السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بصحة وسعادة. النهاردة ان شاء الله هنعمل لكم كده اكلة من صميم البيت المصري. بقالنا كتير ما عملناش طواجن وما عملناش خضار. النهاردة ان شاء الله هنعمل كده طاجن بطاطس كده بالبصل باللحمة، يعني وصفة خطيرة فعلا ومكونات بسيطة جدا ومش هتاخد معاكي وقت خالص. وطبعا هنعمل جنبيه شوية رز كده بالشعرية مفلفلين. يعني زي ما بقول لكم فعلا وصفة مصرية 100%. يلا بينا عشان نبدأ الفيديو بتاعنا ونشوف عملناها ازاي وعملنا الطبق الخطير ده ازاي. هنبدأ ونقول مع بعض كده بسم الله. عندي حبيتين بطاطس كبار كده، بدأت ان انا طبعا قشرناهم ومغسولين كويس. هنقطعهم بقى مكعبات كده. البطاطس لما بنقطعها بالطريقة دي في الطواجن بتبقى شكلها اشيك كتير وطعمها كمان حلو عن البطاطس اللي هي الحلقات يعني. بعد ما قطعت كده كمية البطاطس اللي عندي حطيتها كده في الطبق، وهسيبها بقى في شوية مية كده حلوين علشان يعني ما تسودش معايا لحد ما اعمل باقي المكونات. واللحمة بتاعتي سلقتها نص سلقة كده وشلتها من على النار. وتعالوا بقى نبدأ على طول ونجيب بقى الطاجن بتاعي اللي انا هعمل فيه وصفتي. احط فيه شوية زيت ونحط فيه كمان يعني البصل اللي انا مقطعاه جوانح زي ما انتم شايفين كده. يعني انا جايبه حوالي كده 3 بصلات كبار كده ومقطعاهم جوانح. وبدأت ان انا احطهم كده على النار يتشوحوا في الزيت، وبعدين نزلت عليهم على طول الفلفل اللي انا مقطعاه. وبعد كده طبعا كنت قطعت اللحمة تاني علشان تبقى بس ايه قطع، يعني اعرف اقلبها كده في الطاجن. ننزل باللحمة بتاعتنا كده ونقلبها كويس قوي مع البصل. طبعا انا عايزه اللحمه تتشرب كده من الطعم المسكر بتاع البصل والفلفل كده. ونحط بقى عليها برضو شرايح كده من الطماطم. شرايح الطماطم برضو هتدي طعم حلو كده للطاجن بتاعي. يعني احنا مش هنحط بقى صلصه يعني صرف كده، يا دوبك انا كان عندي برضو صلصه بيوريه احط معلقتين كده منها. والبهارات بتاعتي بسيطة جدا، ملح وفلفل اسود وشوية من البهارات المشكلة كده، يعني نص معلقة ولا حاجة وسنة قرفة. ونقلب بقى المكونات دي كده مع بعض، والصلصة حطيناها اهي. ونقلب بقى كله مع بعضه كده يتشرب مع بعضه كده كويس قوي. وبعد كده هننزل بقى ايه بالبطاطس بتاعتنا. بعد ما هقلب بقى البصل مع اللحمة مع المكونات كلها كده والتوابل، ننزل بقى. تعالوا نجيب البطاطس بتاعتي وهنزل بيها كده في الطاجن علشان نقلبهم مع بعض. حطينا البطاطس اهي، وبدأنا ان احنا نقلب بقى المكونات كده مع بعض بالراحة لحد ما قلبناهم تقليبة كويسة جدا. الطاجن بتاعي طبعا مش هيبقى يعني مليان بقى مرقة ولا صلصة ولا كده، لا يدوبك هيبقى ناشف كده جنب الرز، بيبقى طعمه حلو قوي. وحطينا بقى سنة كده مية، يعني يدوبك نص كوباية مية بسيطة جدا. مجرد ما الطاجن يبدأ ان هو يغلي كده من الجوانب زي ما انتم شايفين كده، خلاص نشيله بقى من على النار واغطيه كده بورق فويل وادخله على الفرن على طول يكمل السوا بتاعه. على ما يستوي الطاجن بتاعي تعالوا نعمل شوية الرز الحلوين دول. طبعا شوية زيت برضو في حلتنا كده على النار. تحط شوية شعرية، خدي بالك الشعرية حاولي تخليها نفس مقدار الرز، يعني هتحطي كوباية رز حطي كوباية شعرية قصادها، علشان الرز لما بيكون مليان شعرية كده بيبقى طعمه حلو قوي. وطبعا الرز كنت غسلاه ونزلناه كده على الشعرية بعد ما اتحمرت. ونص معلقة كده من الملح بتاعي، الملح الأبيض. ونقلبهم كويس قوي كده مع بعض. وهنسقي الرز بتاعنا يعني نص المقدار بتاع السائل المية والنص التاني شوربة. يعني هحط كوباية ونص من الشوربة وكوباية ونص من المية. الشوربة حطيتها لان هي كانت يعني فاتحة معايا عشان كده حطيتها. وهنغطي طبعا عليها وهنسوي الرز السوا العادي الطبيعي اللي احنا ايه عارفينه، دوبك يتشرب ونوطي عليه النار خالص لحد ما يستوي. تعالوا بقى نشوف الطاجن بتاعنا، خرجناه من الفرن اهو. بصوا ما شاء الله تحفة جدا. طبعا هو كان بارد شوية. اللحمة طبعا مستوية خالص والبطاطس طبعا مهرية برضو. يعني هو مش هياخد معاكي في الفرن سوا كتير لان احنا مغطينه. بصوا اللحمة ما شاء الله مستوية خالص ومهرية اهي. تعالوا بقى نبدأ نعمل الطبق بتاعنا الحلو ده. حطينا كده الرز بعد ما استوى ونحط بقى كمية الخضار واللحمة كده. يعني طبق حلو جدا، طبق فاخر من الاخر زي ما بيقول. دي كانت وصفتي النهاردة، يا رب تكون عجبتكم. وصفة سريعة وهتعمليها في نص ساعة بس، مش هتاخد منك وقت خالص. طبعا لو اللحمة مستوية شوية معاكي نص سوا زي ما انا عملت يعني. دي كانت وصفتنا، يا رب تكون عجبتكم. اوعوا تنسوا بقى اللايك والاشتراك في القناة عشان يوصلك الفيديو اللي جاي ان شاء الله. سلام عليكم.